اتفاقية سلام مع النفس. إني أعقد اتفاقية سلام مع يومي الجديد عندما أستيقظ في الصباح الباكر، وإذا نسيت ذلك فقد تنتظرني معركة ما مساء ذلك اليوم، أما مع نفسي أو مع الآخرين. فكلما كبر الإنسان في العمر تتفاقم عليه مشاعر الغضب والخوف والوحدة. الغضب من إخفاقاته في تحقيق أحلامه ومن خيبات أمله من بعض الناس، والخوف من المجهول الذي ينتظره، والهلع من أن يبقى وحيدا لا يهتم به أحد. فإني كل يوم ومنذ الصباح الباكر أتعهد لنفسي بأن أهتم بها وأراعي ضعفها وهشاشتها ووسعها المحدود، فلا أضغط عليها لتفعل ما لا طاقة لها به خشية أن تفقد رشدها وصوابها. فمعظم الأمراض تأتي من تعرض النفس للتوتر والضغوط. كل يوم ومنذ الصباح الباكر أفترض أني رجل سعيد، ثم أبحث طوال اليوم عن أسباب سعادتي. قاذف الكرات. يحكى أن إحدى الأميرات المبجلات حملت وليدها وذهبت في زيارة لأحد الأديرة، وهناك اصطف رهبان الدير ماثلين بين يديها فرحين بتلك الزيارة. فمضى أحدهم يلقي قصائد جميلة، وأظهر آخر مخطوطات ثمينة مذهبة، وسرد ثالث قائمة بأسماء كل القديسين، وهكذا مضوا يعرضون مواهبهم أمامها. وكان آخر من وقف في الصف راهب متواضع لم يدرس النصوص الحكيمة لذلك العهد، وكان أبواه من عائلة بسيطة تعمل في سيرك قديم في المناطق المجاورة، وكل ما ورثه منها هو كيفية قذف الكرات في الهواء والتقاطها ببراعة. وعندما جاء دوره للوقوف أمام الأميرة ووليدها، أخرج ثمرات برتقال من جيبه وبدأ يلقيها في الهواء ويلتقطها، وعندئذ ابتسم الوليد وشرع يصفق بيديه. فبادرت الأميرة إلى مد يديها تاركة لذلك الراهب المتواضع يحظى لوحده من بين جموع الرهبان في أن ينال شرف الإمساك بوليدها العزيز. ليست البطولة بإنجاز أعمال كبيرة، بل بأداء المهام اليومية العادية بمحبة وإتقان. مواصلة المسير. كل يوم أسير خطوة واحدة نحو الأمام، ولا يهم كم هو مدى تلك الخطوة، فقد تكون صغيرة للغاية ولكنها دوما نحو الأمام. المهم أن أستمر في المسير ما دمت بالاتجاه الصحيح، ولو استغرق ذلك العمر كله. وإن تراجعت يوما خطوة واحدة نحو الخلف، فسأخطو في اليوم التالي خطوتين إلى الأمام بهدوء وقوة، وأبقى مثابرا في جهدي مفعما بالعزيمة براحة وتوازن، متعاملا مع المشكلات بالرفق وبالتدريج، متجنبا التأثر بالضغوط، ولا أستعجل الأمور من أجل الحصول على النتائج. إن الفشل هو عندما نتوقف عن المغامرة وعن التأقلم مع خيبات الأمل والخسائر، وعندما ينتابنا التعب من معاودة المحاولة عند حلول صباح يوم جديد، وعندما نفشل في عيش اللحظة كما هي بكل كياننا، وعندما لا نركز خطواتنا مع من نراقصه في تلك اللحظة. خذ الحياة كما هي وادفع نفسك فيها دفعا، وانشر البهجة والفوضى. الحياة الطيبة. الحياة الطيبة هي التحرر من كل شيء وعدم التعلق بأي شيء. الناس، المال، الخوف، الماضي. هي التعاطف مع الناس، خاصة أولئك الذين خابت آمالهم في الحياة. هو أن تكون مستأنسا مع نفسك بلا إحساس بالوحشة، لأن وطن الإنسان الأبدي وواحته الدائمة هي نفسه. الحياة الطيبة قرار وإرادة في أن تكون مفيدا وقادرا على جلب المسرة للناس. هو الشعور بأنك جزء راقص من هذا الكون، والإحساس بأنك في قلب العالم يحيط بك بعطف وفيض هائل من الطاقة والمحبة. هي الحياة التي يتم فيها تقديس الحرية ونبذ السيطرة على الآخرين، لأن السيطرة تعبير عن النقص والخوف وعدم الثقة. الحياة الطيبة هي حالة الإحساس بالتدفق والحيوية والرغبة في الطيران والتحليق، والرغبة في التعري من الأقنعة الزائفة والرقص مع الحياة.
إن من يعيش حياة طيبة يفوز بعشق الحياة رغم أنه صامت تماما، ويشتعل من الداخل بالمحبة رغم أنه ساكن بلا اضطراب. العشق الحقيقي. لو كنتم عاشقين حقا ولو لرمشة عين، لو غفرتم لمن أساء إليكم من أعماق قلوبكم، لو أكرمتم فقيرا بصدق ولو بكلمة طيبة، لو وجدتم في ورقة شجر صغيرة قصة الكون كاملة وقصة الحياة وكل جمال العالم، كل ذلك فقط في ورقة شجر صغيرة، ولو وجدتم في قطرة ماء صغيرة تاريخ المحيطات وكنوز البحار وأسرار السواقي والأنهار، كل ذلك فقط في قطرة ماء صغيرة. الإنسان المتنور هو من يتواصل مع القوة المطلقة ومنبع الكون ليستلهم منها السكينة والصفاء للخروج من عالم الرغبات والشهوات وحب الأنا والسلطة، ليدخل إلى عالم الفرح والنشوة وكأنه يرجع إلى حضن أمه. الإنسان المتنور هو من يبقى في حالة دائمة من الوعي واليقظة والحذر من سيطرة تيارات الأفكار الهائجة والمشاعر والانفعالات ليحل محلها الانسجام والغبطة. الإنسان المتنور هو من يكون في حالة حضور تام في اللحظة الراهنة والفرح بالوجود ببساطة فقط لأنه موجود ويحيا في هذا العالم. إنه يعيش الاكتفاء بكونه حيا ويتنفس ويحتفل لذلك السبب، إنه يستحضر النعم والامتنان العميق للعطايا الممنوحة له، وأن يستشعر البهجة والمعجزة فقط لأنه حاضر موجود. إن رحلة الإنسان المتنور تبدأ من داخل نفسه، وهو يحب نفسه من أجل أن يكون قادرا على حب الآخر، ويحب بيته لأجل أن يكون راغبا في استقبال ضيوفه. التنور يكون بإسقاط تطرف العقل وحساباته، الماضي وترهاته والمستقبل وأوهامه. هو أن نبدأ صباحنا بالعزف على خيوط الشمس، وأن نحلق في المساء صوب النجوم العالية حتى تتلاشى كل الغيوم السلبية. هو أن نرقص ونغني ونطرب لوجودنا على هذه الأرض، أن نشعر بالاحتفال المتواصل في كل لحظة والعيش في مهرجان دائم من النشوة. هو الرغبة في الابتسام بلا أي مبرر، والذوبان في حالة الفرح بلا نتيجة لأي انفعال أو تفكير، وبدون أن يكون هناك أي سبب لما نشعر من سرور. إنه التيقن بأن أساس تكوين الإنسان مصنوع من الفرح. نعمة الحب. جعلني حبك أشعر بطعم جديد للحياة لم أعهده من قبل، فأصبحت بعدها ممتنا لكل يوم جديد، وأشعر بالنعم الإلهية المحيطة بي بحساسية فائقة وبهجة، وأن قلبي أصبح أرحب وأوسع، وبدأت أستشعر الرحمة والعطف لكافة المخلوقات، وأتقبل الخلاف مع الآخرين وأتفهم الاختلافات بين البشر. إن حبك بالنسبة لي بلسما للجروح التي تعمقت بفعل الزمن. لقد غدوت كمن فتح عينه فجأة على الحياة، ووجدت نفسي أبصر الأشياء بطريقة جديدة، وبدأت الحوادث واضحة وشفافة ومفهومة أكثر من ذي قبل، فالبصر أصبح أكثر حدة في تذوقه للجمال، والروح غدت مرهفة وشفافة في تفهمها لآلام البشر. عندي 3 معلمين كبار. بينما كان أحد المتصوفين المشهورين يحتضر، سأله أحد تلاميذه قائلا: من كان معلمك أيها المعلم الكبير؟ أجاب: كثيرون، ولكن أكثر من تعلمت منهم الأسرار الكبرى في حياتي 3. أولهم كان لصا، فقد حدث يوما إني تهت في الصحراء ووصلت في ساعة متأخرة من الليل، وكنت قد أودعت عند جاري مفتاح البيت، ولم أملك الشجاعة لإيقاظه في تلك الساعة، فصادفت رجلا طالبا مساعدته، ففتح لي الباب مثل لمح البصر، فأثار الأمر إعجابي، ورجوته أن يعلمني كيف فعل ذلك، فأخبرني بأنه يعتاش من سرقة الناس. ولما كنت شديد الامتنان له دعوته إلى البيت، فمكث عندي شهرا. كان يخرج كل ليلة وهو يقول: سأذهب إلى العمل، وكنت أسأله عندما يعود إن كان قد غنم شيئا.
فكان جوابه على الدوام واحد لا يتغير: لم أوفق في اغتنام شيء هذا المساء، لكنني إن شاء الله سأعاود المحاولة غدا. كان رجلا سعيدا لم أره يوما يستسلم لليأس جراء عودته صفر اليدين، ولما كنت أنا بعكسه ملولا عجولا جزعا لا أصبر على شيء، فقد كنت أستعيد كلمات اللص، فكان ذلك يمنحني القوة على متابعة عملي والصبر والمثابرة وعدم اليأس والاستسلام. أما المعلم الثاني فقد كان كلبا، إذ بينما كنت جالسا ذات يوم على جانب النهر رأيت كلبا عطشا متوجها إلى النهر ليشرب الماء، وعندما اقترب ذلك الكلب من حافة النهر شاهد كلبا آخر فيه ولم يكن ذلك غير انعكاس صورته في الماء، فدب الفزع في الكلب وتراجع إلى الوراء وهو ينبح باذلا ما في وسعه ليبعد الكلب الآخر من أمامه، ولكنه بلا نتيجة. وفي النهاية قرر وقد غلبه الظمأ أن يواجه الكلب الذي أمامه، فألقى بنفسه إلى النهر، فكان إن اختفت الصورة هذه المرة، فارتوى من الماء بعد أن أشرف على الهلاك. ومنه تعلمت الشجاعة والإقدام ونبذ الخوف. وكان المعلم الثالث صبيا كنت رأيته يحمل بين يديه مجموعة من الشموع الملونة ويلعب بها فرحا مرحا مندهشا من الألوان والروائح والأنوار التي تشع من تلك الشموع، فخطرت على بالي أسئلة صاخبة ضيعت علي بهجة المشهد، فسرحت أسأل نفسي: من علم ذلك الصبي تلك المهارة؟ ومن أين أتى بالنار التي أشعل بها الشموع؟ فأوقفته عن اللعب وسألته: لقد كانت الشمعة مطفأة، فكيف أشعلت نار الشمعة؟ ومن أين جاء النار التي أشعلتها فجأة؟ فضحك الصبي وأطفأ الشمعة ثم سألني: وأنت يا سيدي أتستطيع أن تخبرني إلى أين ذهبت النار التي كانت مشتعلة هنا؟ فبقيت مجدوها مغلوبا على أمري وتركني وهو يتابع اللعب والمرح، فأدركت حينها كم كنت غبيا عندما ضيعت عمري في البحث والاستقصاء عن أسرار الكون وأسباب وجود الأشياء وماهيتها، ونسيت أن أعيش حياتي مثل الأطفال ببراءة وعفوية ودهشة وفرح. ليكن لدينا شيء ما نحيا به، ليكن لدينا في كل حين جبل ما علينا تسلقه، لأن ذلك هو ما سيبقينا على قيد الحياة، فلم يصنعوا السفن كي تبقى راسية على الشاطئ. ليكن لدينا في كل حين شيء ما نضحك منه لأي سبب كان في أي وقت من الأوقات، خاصة على أنفسنا وهفواتنا. ليكن لدينا في كل حين عمل ما نقوم به، فالعمل صحة للنفس والجسد، ويجلب لنا الرزق والأصدقاء، ويبعد عنا الهم والكرب، ويحيطنا بالعزة والكرامة. ليكن لدينا في كل حين ساعة من الصمت نركن بها إلى أنفسنا ونصفي بها أفكارنا من مشاغل وهموم الحياة اليومية، وقد تكون تلك الساعة أهم أوقاتنا، فقد تلهمنا الصمت والصفاء لابتكار أفضل قراراتنا. ليكن لدينا في كل حين عزما من حديد من أجل البقاء متفائلين، وأن لا نتذمر من المنغصات اليومية ونبحث عن الإيجابيات الكاملة فيها. ليكن لدينا في كل يوم على الأقل صديقا واحدا نتبادل معه الحديث. ليكن لدينا في كل حين بعضا من الوقت نواسي به المهزومين في معارك الحياة والمنكسرة أجنحتهم وراجعين من رحلات صيد فاشلة، ونحكي لهم عن هزائمنا وعن حكاية الكنوز التي اصطدمنا بها بعد رجوعنا من رحلة عمل خائبة. ليكن لنا في كل حين ساعة نخلو بها مع الله، نسجد له فيها شكرا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونلقي خلالها أعباء الحياة بين يديه، ونستمد منه العون على مواصلة المسير رغم التحديات. الرقص مع الحياة. الرقص هو حرية التخلص من الأثقال والأحمال المادية التي تسحب الإنسان إلى أسفل. فهل رأيتم راقصا يرقص وهو نائم أو حتى وهو جالس؟ إنه أقرب إلى الطيران. إن كل ذرة في الحياة ترقص، والرياح والماء في المد والجزر والأرض حول الشمس،
فلولا رقص الشمس وحركتها لما تولدت منها الحرارة والضوء التي تحيا به الأرض. حتى التراب الجامد يتكون من جزيئات متناهية الصغر تتراقص حول نفسها. إن الرقص يجعل كل شيء في الكون حياً. إن الطواف حول الكعبة هو رقص الإنسان معبراً عن بهجته للقاء الله، منبع الطاقة اللامتناهية. ومنذ مئات السنين ابتكر الشاعر الكبير جلال الدين الرومي رقصة الدراويش المشهورة بالدوران حول النفس للتخلص من ثقل الجسد والتخفف من الأحمال، لكي تسمو الروح فتستحق بلوغ الحالة الروحانية الرقيقة، فتصيبها حالة من الفرح والبهجة لا يمكن وصفها على الإطلاق. عندما يمتلئ القلب بالمشاعر ينفجر، والرقص هو الشيء الوحيد الذي يوقف الألم. القلوب المنكسرة. عشت ردحا من عمري أخاف من الغنى، وكنت أتخيل أن الغنى قتل لروح الإنسان وسبب لكآبته، وذلك بعكس الفقر الذي يساعد الإنسان على التحدي والكفاح وإغناء الحياة الروحية. ولكني أدركت فيما بعد أن الإنسان يجب أن يعيش ويستمتع ويمتع غيره في أي حال قدره الله له، غنيا كان أم فقيرا. عشت أهوى مجالسة الخاسرين، وأشعر أن قلوبهم تصبح رحيمة ومشاعرهم حساسة. إن الخسارة تجعلهم أحرارا إذ لم يعد لديهم ما يفقدونه. وأتعاطف مع العشاق الذين هجرتهم حبيباتهم فانكسرت قلوبهم، إذ إن انكسارهم يجعلهم أكثر هدوءا وسكينة، ويبدون أكثر رقة، ويضفي على سماتهم الحكمة والهيبة. يبدأ الإنسان حياته ضعيفا وينتهي كذلك، حتى كأن الضعف هو بيته الأصلي وحقيقته الخالصة. أما القوة التي يتحلى بها أحيانا فهي قناع طارئ يزول عنه في أي لحظة عندما يمرض أو يخاف. وأعتبر أن الإهانات التي تنهال على الإنسان هي مثل الأقدار لا مفر منها، خاصة إذا كان في حالة ضعف أو فقر أو غربة، وعليه أن يكون في غاية الحكمة ليتقبل أقل تلك الإهانات وطأة على نفسه بصبر ورضا، تفاديا لأن يعرض نفسه لإهانات أكبر.